موجودة بنت وحدة وبناتي التنتين عند أختي بالمخيم. ليش عند أختك؟ ما عندي أكل طعمية. خبرونا ناس أنه داخل هذا البيت أو القبو في مأساة كاملة، في سيدة عم تعيش ظروف صعبة جدا، عم تربي أيتام وظروفها ما صارت، بس الأصعب من هيك أنه مهددة بالطرد والإخلاء خلال ساعات. فجينا لحتى نشوف شو القصة، نحن وياكم رح نفوت لجوا ونشوف شو القصة. أنت من حضرتك من وين؟ من الشام. وين جوزك؟ جوزي مفقود صار 4 سنين. كم ولد عندك؟ كم بنت؟ عندي 3 بنات. بس بنات؟ أما شايف غير بنت عندك واحدة هون. موجودة بنت وحدة وبناتي التنتين عند أختي بالمخيم. ليش عند أختك؟ ما عندي أكل طعمية، يعني كنت شفت لا كهرباء لا أي شيء عندي، فبعثت لعند أختي لحتى يقدروا ياكلوا ويشربوا. شعور صعب إنهم يقولوا لي ماما جوعانين وماني قادرة إني يعني ما معي شيء إني أقدر أجيب لهم إياه، يعني توصل معي لمرحلة إني أقتل حالي أهون من إنه أعيش بناتي كيف عم يتعذبوا قدامي وماني قادرة لا طعمين ولا أصيهم. كثير صعب، أنا ما باستطاعتي. لحظة بس، أنت بعتي بناتك لعند بيت أختك لأنه ما في أكل أقدر طعميهم ولبي لهم طلباتهم. ما عندي أي شيء، يعني لا خبز لا شيء يقدروا ياكلوا ويشربوا، فجبت معي بس البنت الكبيرة كرمال تساعدني، يعني إنه تكون معي بس. أختك وين عايشة؟ بالمخيم. أنا حسب ما وصلني إنه أنت مهددة بالإخلاء. أي نعم. قد إيه صار لك هون وليش ما دفعتي؟ ما باستطاعتي، يعني عم حاول إني أدبر شغل أقدر أشتغل حتى أدفع إيجار البيت، ما باستطاعتي بالمرة. كثير الوضع صعب يعني وما عم يرحموني، يعني حتى تبع المكتب اللي بده الأجار قال لي تصطفي دبري حالك، ما شغلتنا نحن، يعني من هون لبكره بعد بكره ما دفعتي الأجار اخلي البيت واطلعي. فرح أصفى أنا وبنتي بالأحرى بالشارع، يمكن اضلاكي يعني لأنه أختي كثير كمان وضع صعب، ما من هالوضع كمان هي عايشة على المعاناة، يعني بنات تنتين بتقدر إنها تطعميهم تسقيهم، بس أنا وأختي أنا وبنتي صعب. الأمر مو صعب عليك، يعني كيف عايشة أنت بدونهم؟ كيف؟ غصب عني بكفي إنه هن عم ياكلوا ويشربوا على القليل، نحن عادي متعودين، يعني أنا وبنتي هاي عادي. طيب كيف أنت وبنتك هاي اللي ضليتوا هون كيف عم تاكلوا عم تشربوا؟ في جارة هون شرواك بالخير، يعني بتطبخ أحيانا بتبعت لي، يعني بتبعت لي صحن، بتبعت لي رغيفين خبز إلي لبنتي ناكل ونشرب فيهم ونحمد الله ونشكره منه. ثاني يوم الله بيبعت، يعني ما طالع بإيدي أكثر من هيك. أحيانا الأكل أنا ما باكله، يعني بخلي لبنتي الطعمية لبنتي تاكله، أنا ما بقدر. الله أكبر. المهم بنتي يعني ما تقول أنا جوعانة بالليل، أحيانا بتفيل أنا بالليل ماما جوعانة، فبقول لها ماما في اللي بعثت لي إياه من الجارة ما أكلت أنا كل يوم. الحمد لله رب العالمين. ما عم تشتاق للبنات؟ أكيد عم بشتاق لهم، كيف ما عم بشتاق لهم. أنا أكيد كثير بشتاق لهم، بس وضعي ما بسمح لي. الحمد لله. شو بيعني لك غيابهم؟ كثير صعب، يعني الموت أهون علي من أنهم يغيبوا عني. يعني دمروني وبس كسروني، دمروني بعدهم عني. يعني بيحكوا معي أحيانا ماما تعي اشتقنا لك، ما طالع بإيدي ساوي شيء، بقولهم هيك أحسن من هون، برغم كل شيء أحسن. الله يفرجها، فراق بناتي عني وحرمانهم من إني ما أقدر أجيب لهم اللي بدهم إياه، هذا أصعب شيء، إني ما قدرت لبي بناتي وبعد ما قدرت إني أعيشهم وأنا بعد عني. وأنا كثير يعني بخجل وقت يجي حدا لعندي وما قادرة أقوم بواجبه، بلاقيها ثقيلة بس لا حول ولا قوة إلي، يعني ما طالع بإيدي ساوي شيء، هيك الله كتب علي. الحمد لله، يعني لا غاز لا قهوة لا شاي لا أي شيء، يعني وأنا إذا بدي أشرب شاي أو قهوة فبروح لعند جارتي لأقدر أشرب، يعني أنا إلا مثلا مشتهية كاسة الشاي وتقول لي ما في أحيانا عندي، فأنا بلاقيها صعبة إني أنا طلبت. بتمنى يكون عندي يعني بناتي عيشهم طعميهم سقيهم لبسهم درسهم علمهم، بس ما بتمنى أي شيء. بتمنى أشوفهم عم يكبروا قدامي مثلهم مثل أي بنات بالعالم.